كشفت إدارة الطوارئ والكوارث التركية أن زلزالا بقوة 7.4 درجات على مقياس ريشتر ضرب ناحية بازارجيك بولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا على عمق 7 كيلومترات فجر اليوم، في حين أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي أن الزلزال أسفر عن 248 قتيلا و2323 مصابا وانهيار أكثر من 1700 مبنى. وقال إن السلطات بدأت إرسال الوزراء وفرق الإغاثة إلى الولايات المتضررة، مشيرا إلى أن الكارثة وقعت في ظروف جوية صعبة. وفي سوريا ضرب زلزال محافظات حلب وإدلب وحماة واللاذقية وطرطوس، وقال الدفاع المدني السوري الموجود في مناطق المعارضة شمال غرب البلاد إن ما لا يقل عن 86 شخصا لقوا حتفهم، مؤكدا أنهم بحاجة لمساعدة دولية. بدورها أعلنت وزارة الصحة السورية أن عدد ضحايا الزلزال وصلت إلى 237 قتيلا و639 مصابا، في حين قالت وزارة الدفاع إنها تستنفر كافة وحداتها ومؤسساتها في جميع المحافظات لتقديم المساعدة العاجلة للمتضررين والبحث عن الأشخاص العالقين تحت الأنقاض وإسعاف المصابين.